السلام عليكم. Hey you guys, how are you؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حبيت إنه ندير فيديو خصيصا لجماعة البيام، ومامتون حبيت نخلي لكم فيديوهات يمشيو باه تستمتعوا وانتوما تسمعوا، يعني مش غير تسمعوا هكاك in a boring way. So welcome to this video. حبيت نعطيكم نصائح تحتاجوهم بزاف في آخر أسبوع قبل البيام، لانه مش حنقول لكم هكا عاودوا راجعوا من الاول ولا لازم تحفظوا ولازم تكملوا مراجعه. نو، حابه نمد لكم الحوايج اللي تحتاجوهم بزاف ويقدروا يغيروا من النتيجه تاعكم في البيام ان شاء الله في الاسبوع هذا. So let's get started. شوفوا، اول حاجه لازم نديروها في الاسبوع هذا هي تصحيح العلاقه مع الله. اول حاجه يعني شكون هو المسؤول على النقطه تاعك، شكون هو المسؤول على التوفيق تاعك في البيام؟ هو الله عز وجل. سما اول حاجه لازم تديرها قبل ما تروح تعقب البيام تاعك you have to fix your relationship with God. صحح علاقتك مع ربي، دير هكا ليست حوايج راك تشايفهم بلي راك غلط فيهم مع ربي، مع علاقتك مع ربي، مع علاقتك مع الناس، وصححهم. بما انك راك مقبل على حاجه مهمه بزاف وحتوصلك ان شاء الله للثانويه ومنه الباك ومنه الحياه الجامعيه ومنه الحياه العمليه، لانه حاجه مهمه بزاف في حياتك لازم تروح وانت صافي مع ربي. ما تقولوش على روحكم مراهقين ونغلطوا نورمال، لا 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 لا، لازم ديروا لاباس في علاقتكم مع ربي من ذكا. حاولوا تريقلوا صلاتكم، شايفين روحكم ماكمش محافظين على الصلاه من ناحيه الخشوع ولا من ناحيه التوقيت. حاولوا السمانه هذه تعدلوا صلاتكم وتعدلوها في البيام وبعد البيام ثاني. اوكي، اذا شايفين روحكم هكا غالطين مع انسان، خاصه اذا كان بصله رحم، حاولوا انكم تعدلوها. شايفين روحكم هكا ما بليش انايا مقصرين في امر مع ربي، ريقلوه قبل فوات الاوان. لانه اذا رحت البيام وانت علاقتك مع ربي شويه كيما هكا كاين بينك وبين ربي حواجز، حاول انك تنحيهم، لانه حيكون مشكل يوم بتنحيهمش، مش غير في البيام تاعك، في التوفيق تاعك في حياتك كامله. اوكي، حوايج بزاف حيعاونوكم في الوقت هذا اللي هما الادعيه والاذكار. وحبيت ثاني نقول لكم باللي رانا مقبلين على شهر مهم بزاف في ديننا، اللي هو ذي الحجه. فيه العيد الكبير، فيه الحج، فيه اهم يوم اللي هو عرفه. عرفه حتكون بعد البيام، سما يعني كي تكونوا تعقبوا في البيام حتكونوا في اعظم ايام الدنيا اللي هما العشر الاوائل من ذي الحجه. الدعاء مستجاب، ينصح بالصيام في هذه الايام. سما هذه فرصتكم انكم تكثروا من الادعيه وتكثروا من الاذكار باه تنجحوا ان شاء الله، ومتاكده بلي ربي حيستجيب لكم، انه ربي قال ادعوني استجيب لكم. ثاني حاجه حبيت ننصحكم بها انه طالعوا واش حفظتوا. اللي مازال ما حفظش حاجه يحفظها، واللي حفظ حوايج وخايف انه ينساهم ننصحه انه يطالعهم، لانه كما بقاش وقت باه تعاود تحفظ ولا تخاف من النسيان. شوفوا ذاك الخوف تاع النسيان راه مجرد خوف، موش يعني حقيقه فاكت. كيفاه يعني كي يوصل نهار اللي حتعقب فيه مثلا مادة تاع حفظ for example تاريخ أو مدنية إسلامية، هنا حتحس روحك انك نسيت كلش. حابه نقولك بلي نو، راك ما نسيت والو. كي تدخل للقاعه وتبدا تسترجع تلقى روحك بلي راك حافظ كلش. اسمع، ما كلا تخلي هذا الخوف يسيطر عليك، بالعكس ننصحك هنا واش دير، انك تطالع واش حفظت. الحاجه اللي حاس روحك باللي نسيتها ولا حتنساها ماهيش مترسخه مليح، طالعها. مثلا مصطلحات، تواريخ، احاديث، صور، عاود اقراهم، عاود طالعهم هكا. حاجه خفيفه ما تديش منك وقت ومامطون راهم يترسخوا في الذهن تاعك. عاود تاني اقرا القوانين تاع الرياضيات، قواعد النحو، الصرف، اللغه العربيه، سمروز الانجليش، قوانين تاع الكونجيزون في الفرنسي. هنا هادو دير عليهم طلع كيما هكا، لانه باه نقول لك دوكا لازم تراجع ولا ندير لك برنامج مراجعه ما يصلحش، لانه بقات سمانه برك. هنا واش دير مطالعه برك، ما تضغطش روحك، ما تاثرش على نفسيتك بهذاك الجهد المضاعف، لانه اتس اوفر ناو. خلاص الوقت، بقات لك سمانه طالع فيها برقه، ببال واسع هكا، بطمأنينه، بثقه باللي ربي حيرجع لك كلش حفظته، وعقلك راه واجد الحاجه عنده عام هو يتدرب عليها. خلاصة القول بالنسبة للنقطة الثانية هذه هي انه ما تضغطش روحك، ولا دير برنامج حفظ ولا برنامج دراسة ولا تمارين مكثفة. نو، انا ما ننصحش بهذا الشيء. ننصح بمطالعة خفيفة لكلش، تمارين اكيد خفيفة هكا
الرياضيات ولا سوجيات في اللغة العربية ولا مواد أخرين باه تراجع بيهم، باه تدرب على المنهجية تاع الأسئلة، مش حاجة أكثر من هكا ولا ضغط هائل. ما تضغطش روحك، طالع بطريقة خفيفة and I promise you will get what you want. ثالث نقطة اللي لازم نركزوا عليها ثاني بزاف اللي هي المنتل هيلث تاعك، الصحة النفسية تاعك. حاول في الأسبوع هذا تكون مطمئن، تكون هابي، بعد روحك على الستريس، بعد روحك على كل المشاكل اللي قادرة تأثر على صحتك النفسية بأي طريقة، بعد روحك على الصحبة السيئة، بعد روحك على ما بقاش وتدي العطلة وتبدأ تجهز الهوليديز تاعك. هكا بقى بوضع مطمئن، جاهز بطريقة مطمئنة، بوزيتيف، إيجابية، ثقة عالية في النفس انه عندي اختبار بعد اسبوع حنخدم فيه مليح ومن بعد ان شاء الله يجي الهوليداي. اوكي. وزيد ثاني لازم بعد روحي على مصطلح الخوف في الحياة ولا في الكتابة ولا في اي حاجة. هذا المعنى تاع الخوف حيدمرك literally. سما حاول ما تخافش. شوفوا، حطوا في راسكم انه الخوف صح امر طبيعي ويجي الانسان، بصح موش بدرجات عاليه، لانه هذاك الخوف اللي هيحطمك ويخليك ما تخدمش ويخليك مستريسي في اهم وقت في حياتك، هذاك راه من عند الشيطان. اوكي، احنا من عند ربي نجيبوا الثقه، نجيبوا الطمانينه، نجيبوا السكينه، نجيبوا السعاده، نجيبوا البوزيتيفيتي الايجابيه باللي حننجحوا. الخوف موش حيكون your best friend في هذا الوقت. حاول انك ما تخافش، حاول انك تمحي الخوف من حياتك في هذا الاسبوعين literally، يعني بالاذكار، بالصلاه، بالدعاء، بالاستماع هكا الفيديوهات ايجابيه like this one كما هذا. المهم يعني الخوف هذا ما تخليش طول يجيك في الاسبوعين هذو، لانه it is really important for you to not be scared، لانه الخوف حيضرك بزاف. believe me، اكبر عدو ليك في هذه الفتره هو الخوف. حاول انك تبعد عليه باي طريقه. اخر نقطه حبيت نحكي عليها ماهيش حتكون للتلاميذ، هذه حتكون رساله للاولياء. اذا كاين هنايا امهات ولا اباء راهم يسمعوا ليا، please take care of your kids. تهلاو في ولادكم، ما تضغطوهمش، بالعكس حاولوا انكم ترفعوا لهم معنوياتهم، زيدوا لهم في الايجابيه تاعهم، زيدوا لهم في الثقه تاعهم، قولوا لهم بلي حتنجحوا حتقدروا، حتى وما قريتوش بزاف كاين ربي حيوفقكم وتجيبوا النقطه اللي متمنينها ان شاء الله. حاولوا انكم توكلوهم healthy food، امور صحيه، مكسرات، زبيب، ماء زمزم اذا عندكم. حاولوا ديما هكا تعطيهم امورات اللي يرفعوا لهم في الطاقه تاعهم، يرفعوا لهم في المعنويات تاعهم ايجابيا and يعني concerning الصحه تاعهم النفسيه والجسديه. نوضهم بكري، بعدهم على السهر، نوضهم بكري، يصليوا صلاة الفجر في وقتها ويراجعوا، هذاك الوقت مبارك بزاف لترسيخ المعلومات، هكا يطلوا على وشهم يقراوا في هذاك الوقت باللي حتدخل المعلومة هذيك وما تخرج بإذن الله. نقطة حبيت نضيفها هي الولاد، بليز حاولوا انكم تروحوا قبل الوقت بنصف ساعة. اذا تبداو على 8:30 لازم 8 تكونوا في المؤسسة هذيك اللي حتعقبوا فيها. ما تنسوش الاستدعاء تاعكم، ما تنسوش كارت ناسيونال تاعكم. من الاحسن انكم ديروا الاستدعاء والكارت ناسيونال في حافظة وحدهم، والادوات تاعكم لازم كامل يكونوا حاضرين، يكون الهندام تاعكم محترم، ما تجيوش بنية الغش باي طريقة. حذاري ثم حذاري ثم حذاري الغش، لانه believe me ما يكونش مش حتكون عندكم البركة. حتى ونجحتوا بالغش منه جاي حيولي الغش هذاك عليكم بالسلبيه. هذه هي الولاد، هذا هو الشيء اللي كنت حابه نقوله لكم. حطوا هذو النصائح في بالكم، امشيوا بهم هذا الاسبوع، باذن الله حتلقاو نتيجه مفرحه ان شاء الله، ونقاط عاليه ان شاء الله تفرحوا بهم نفوسكم ووالديكم، ويرفع ربي ذكركم ان شاء الله. حاجة اللي حابة نختم بها هي أدعية، خليهم معكم، هزوهم، اكتبوهم، تحتاجوهم بزاف. أدعية قبل المراجعة والدراسة اللي هما: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الهم سهلا. اللهم افتح علي فتوح العارفين، وارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت، فرده إلي وقت حاجتي إليه. أدعية عند الخروج إلى الامتحان بالإضافة إلى أذكار الصباح. لازم تقولوا: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك، فاكتب لي التوفيق والنجاح والخير. أدعية تقولها عند دخول قاعة الامتحان:
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله توكلت على الله. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء تقولوا عند رؤية ورقة الأسئلة: اللهم لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علي فتوح العارفين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. دعاء تقولوا إذا شعرت بالخوف أو التوتر: حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والخوف والهم والحزن. دعاء تقولوا إذا نسيت الإجابة أو تعسر عليك شيء: اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. اللهم ذكرني منه ما نسيت وافتح علي فيه بما يرضيك عني. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الدعاء نقولوه عموما عند الحاجة أو الافتقار لله عز وجل. أكثر ما ينفعك وقت الارتباك هو الاستغفار والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند الانتهاء من الامتحان. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم إن كان خيرا فبارك لي فيه وإن كان غير ذلك فارزقني خيرا منه. اللهم إني استودعتك إجابتي وتعبي فاكتب لي الخير حيث كان. كاين أدعية قصيرة أيضا تكررها طوال اليوم: ربي يسر لي ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعل التوفيق حليفي. اللهم ارزقني التركيز والثبات. اللهم لا تضيع لي تعبا. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذا هما دوك نخليهم لكم كامل في صندوق الوصف. Thank you so much for reaching this part. اللي وصل لهاد البلاصة من الفيديو I love you so much and see you in the next video. بالتوفيق. سدد الله خطاكم كلكم.